مرحبا بكم. اولا عندنا في ولايه امن، ومرحبا بكم في قاعه المواصلات الحديثه. وهذا الا دل على شي حاجه كيدل على يعني بدا التواصل اللي كتامن به المصالح ديالنا سواء مركزيا او محليا، وكيدل كذلك على اننا نتشارك في انتاج يعني المنتوج الامني. بالحضور ديالكم كما شفتوا تم يعني اعطاء انطلاقه الاعمال بواحد القاعده اللي قاعه المواصلات الحديثه، اللي هي واحد اللبنه سمعيه بصريه جد متطوره اللي كتروم يعني تجويد وارساء يعني واحد المنظومه ديال الخدمات الامنيه بواحد بسرعه وبفعاليه وبمصداقيه، وكتهدف الى يعني توطين الحس ديال الطمأنينه والامان لدى المواطن. كتهدف كذلك الى تكريس شرطه القرب، كتهدف كذلك الى النجاعه والفعاليه في التدخلات ديال مصالح الامن. قاعه المواصلات اللي دشنا اليوم غنيه بواحد المجموعه ديال المنظومات، وعلى راسها المنظومه البصريه اللي كتوفر لنا واحد المجموعه ديال الكاميرات اللي موصله بواحد المجموعه ديال المحاور في المدينه، سواء ساحات عموميه سواء محاور طرقيه اللي كتعرف بحال كتسير والجولان، عموما واحد المجموعه المحاور اللي كتعرف واحد يعني دي بول داتراكسيون اللي كتعرف يعني اقبال ديال المواطنين من اجل توفير واحد التغطيه امنيه. وكتوفر لنا المصالح الامن عبر واحد المجموعه ديال المناولين اللي كيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه بنظام التناوب، كتوفر لنا واحد النظره انيه وشامله وفوريه للوضع الامني بالشارع العام. كذلك كتوفر لنا وكتمكننا من التدخلات الفوريه عبر الاطلاع على هذه الكاميرا في اي حاله ديال مثلا الوقوف على واحد التدخل ولا واحد الحادث ولا واحد الاعتداء ولا واحد عرقله ديال السير ولا واحد حادث السير. فهاد المناولين عن طريق الموجات الراديوفونيه كيشعروا ديسباتشر اللي هو الموزع الرئيسي اللي كيتفاعل وكيتخاطب وكيوجه الوحدات المنتشره في المدينه، اللي هو على اطلاع بالمواقع ديالها عبر يعني الاليه ديال نظام تحديد المواقع، وكيوجه اقرب وحده باش تباشر هذاك التدخل. يعني هذه كتمكننا كذلك هذه المنظومه اللي هي منظومه ذكيه كتمكننا كذلك من الاطلاع والتتبع ديال تحركات المركبات سواء اللي اللي كتولد المدينه اول ما او اللي كتحرك في المحاور الرئيسيه ديالها. كذلك عندنا منظومه ديال الخط 19 اللي كما شفتوا مجموعه ديال الموظفين اللي كيتناوبوا على استقبال المكالمه ديال الخط 19. وما ادراك ما الخط 19 لان كتوليه المديريه العامه للامن الوطني هو بالغ الاهميه، لانه كما لا يخفى عليكم بانه المواطن راه ما كيجيش للمسؤول وما كيمشيش لعند واحد الرئيس باش يعني يبلغوا بالسياسات المديريه العامه ويبلغوا يعني بالتطورات الى غير ذلك. يكفي انه يحيط بالخط 19 ويعرف فين وصلت هذه المنظومه، وبالتالي الرهان كبير على هاد المناولين الاستجابه الفوريه، الاستجابه واكرر على الاستجابه الفوريه لنداءات الخط 19 والائها الاهميه البالغه، وتوجيه يعني الوحدات المختصه لمباشره التدخلات في شأنها. وهذه النداءات هي توثق بساعتها وبساعه كذلك توجيه الوحده اللي في الشارع العام اللي كتكون يعني خصها توصل بسرعه لذاك المكان وتباشر الاجراءات ديال التدخل. وكيتم الرجوع على هذه التسجيلات كلما مثلا كانت شكايه من مواطن ولا كان مثلا ولا في اطار المراقبه، لان احنا ملزمين كرؤساء باش نراقبوا مدى الاستجابه ديال هاد الموظفين لنداء 19، مدى السرعه في الانتقالات اللي باشرتها الوحدات في القطاع العام، شحال الوقت فوقاش نادى المواطن والوقت فوقاش مشات له النجده ولا الوحده الامنيه باش تباشر عنده التدخل. هذا الشيء عندنا يعني موثق ويتم الرجوع اليه من اجل يعني التتبع ومن اجل التقويم، وكذلك يتم الرجوع عندها لكن شي ابحاث اداريه ولا قضائيه.